يلا نسمي الله ونعمل مع بعض كيكة جميلة جدا. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الشاي اليومي. كيكة هشة جدا وسريعة، وهقولك على أسرار نجاحها، وكمان فيها مكون سحري فظيع هينقلك لحتة تانية خالص، وهتطلعيها بنفس الشكل ده ونفس العلو، وهنقطعها بطريقة جميلة جدا جدا، وهناخد فيها تدريجة من الألوان زي ما احنا شايفين. التحفة هنحشيها بالشوكليت، وهنحط فيها اللون الرد الجميل زي ما احنا شايفين، وهتتقطع بطريقة حلوة قوي قوي. بجد الكيكة المرة دي معانا هتبقى تحفة، وداعا معايا لفشل الكيك. هتبقي أستاذة فيه، وهيطلع معاكي بالشكل الجميل ده، يعني وبطريقة ومكونات ومقادير جميلة جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. يلا نعمل اشتراك ولايك وشير، فعلوا الجرس على كلمة الكل. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ونعمل مع بعض النهاردة كيكة التحفة. هقول لك المقادير بكوباية واحدة معيارية اللي هتشتغلي بيها كل ده. هنقول معانا 3 كوبايات من الدقيق، معانا كوباية نص زيت ذرة ونص زبدة أو سمنة، معايا 2 إلا ربع من السكر، لو حابة تحلية عالية خليها 2 من السكر، 3 من البيض والفانيليا، معانا كوباية من الزبادي، معانا معلقة كبيرة من جوز الهند اختياري، معانا معلقة من الخل والبيكنج باودر. دي المكونات الموجودة، وليكي عندي مكون سحري خطير. خليكي معايا وهتشوفي الطريقة ازاي. طبعا هنجيب بولة وهتكون ناشفة، وضروري اول تكة هننخل الدقيق. دي اول حاجة من نجاح الكيك، لازم تنخلي الدقيق. هنحط عليه ذرة ملح، وهننخل كمان البيكنج باودر. النخل ضروري جدا، وانزلي بجوز الهند لو حابة، مش حابة استغني عنه تماما، مفيش مشكلة خالص، دي حاجات تكميلية. يلا بقى هنشتغل في الخلاط. اول حاجة هننزل ب3 بيضات. الفانيليا، حطي الفانيليا حلوة، ما تقلليش فيها ولا تكتري فيها، وانزلي بالسكر. ويلا على المكون السري الخطير اللي قلتلك عليه، معلقة كبيرة من محسن او معلقة الا ربع. الكيك تحفة، هتجيبيها من مستلزمات الحلواني وتحتفظي بيها في التلاجة، بتقعد لمدة شهور ما تقلقيش. هنضرب الأول السكر والبيض والفانيليا والمحسن الكيك كويس جدا. شفتوا بقى بينقل معانا اللون، بيبقى أبيض فظيع، بيبقى لونه تحفة، هيخلي لون الكيكة بتاعتك جميلة جدا. أخد ضرب لمدة 5 دقايق. دي تاني تكة من نجاح الكيك، تضربي الأول السكر والبيض لوحدهم تماما مع المحسن. يلا بقى هننزل بالسمنة والزيت، وهننزل بكوب الزبادي أو معلقتين كبيرة من الزبادي. وفي حاجة كمان مهمة، معانا نص كوباية اللبن، والخل معلقة خل علشان خاطر يضيع أي زفارة بيض، وهيكون برضو يدينا هشاشة حلوة. هيتضربوا لمدة 7 دقايق، ضرب مبرح جميل جدا. شايفين الخليط معايا ابيض وجميل جدا. يلا انزلي بقى بالخليط اللي ضربناه كويس قوي على الدقيق. والتكة التالتة من نجاح الكيك، يعني قلبي على اتجاه واحد، اياكي يعني لو قلبنا يمين يمين شمال شمال. ليه بقى؟ علشان خاطر ما نطلعش الهواء الموجود وما تهبطش مننا الكيكة. تمام، حسيت ان عجينة الكيك تقيلة شوية، نزلت عليها تاني ب3 معالق من اللبن، مفيش مشكلة. بصوا الخليط معايا هيبقى بالشكل ده متوسط. هنجيب صينية او قالب 30 سنتي او 28، ده المقدار اللي انا حطيت عليه مقادير الكيك. هعمل ايه بقى؟ انا عايزة كده ادلعها شوية. ابتديت انزل نص الخليط، طبعا هنكونوا دهنين سمنة ومعفرينها بالدقيق عشان مفيش حاجة تلزق تماما. بعد ما نزلت نص العجين، هجيب كده بولتين، وهاخد 3 معالق في كل بولة. هقولك دلوقتي هتعملي ايه، المهم خليكي معايا عشان تطلع معاكي كيكة فاخر من الاخر.
تمام. أول بولة هابتدي ألونها بالكاكاو الخام الأسباني. الشوكولاتة دي هاقول لِك هتعملي فيها إيه. ابتدي بس الأول خليكي معايا نلونها، ونقطة كده معلقة كبيرة من اللبن عشان مش عايزينها تبقى تقيلة، عايزين الخليط كله يبقى زي بعض، يبقى كده نفس المستوى. لانك لو ما حطيتيش معلقة اللبن هتنشف معانا، لا، نحط معلقة اللبن ونخفف الخليط معانا. يلا بقى انزلي بالخليط اللي حطينا فيه الكاكاو او الشوكليت زي ما احنا شايفين، نزليه كويس على الخليط الاولاني. قطعة الشوكولاتة الخام دي انا بشرتها، وابتدي نزليها زي ما هي علشان هتبتدي تسيح مع السخونية وهتدينا شكل وطعم أكتر من الرائع. دي ملهاش مقياس، حطي كتير حطي شوية زي ما انت عايزة. الشوكولاتة ديت أو الشوكليت حاجة جميلة واختياري لو حطيتيها. لو حابة تحطي الخليط كله أبيض وما تلونيش مفيش مشكلة، أنا بديكي تكات وشكل جميل قوي. انزلي بقى بباقي الخليط الأبيض اللي معانا كله، وخلاص نزلنا النص التاني من الخليط. فاضل معانا 3 معالق في البولة. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هلونه باللون الريد او اللون الاحمر، لون امن جدا وبيتباع من مستلزمات الحلواني، وما تقلقيش واشتغلي بيه عادي جدا، كلنا بنشتغل بيه مفيش منه اي مشكلة. انا حابة اعزز اللون واعمله اللون المخمري الجميل. حطي ربع معلقة من الكاكاو، وزودي كمان نقطة من اللون الاحمر. تمام. وابتدي كده على كله على اتجاه واحد، رجاء علشان لو غيرنا الاتجاه احنا كده بوظنا كل حاجة. ابتدي بقى حطيها بطريقة عشوائية زي ما احنا شايفين كده، لان انا عايزة اعمل منظر جمالي وشكل رائع جدا للكيكة، احس فيها بتميز. خلاص نزلت اللون الاحمر على الاخر طبقة، وابتدي كده باي خلة او اي حاجة عندك، ابتدي اعملي شكل عشوائي ودخلي كده علشان برضو الهواء يبقى معانا وتفضل الالوان متداركه وجميله. عملت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، واهبديها هبدتين وتكوني مولعه الفرن على درجه حراره 160. الناس اللي ما عندهاش مروحه والكيكه بتنشف معاهم وممكن تتحرق، هقولك على حاجه تانية من نجاح الكيك. هاتي صينيه وحطي فيها ميه وحطيها في الفرن من تحت، وخلي الكيكه بتاعتك من فوق، ويلا اقفلي ومش عايزاكي تيجي قبل نص ساعة. وبعد نص ساعة تعالي فتحنا الفرن. وما تنسوش تعملوا اختبار بالخلة علشان لو فيها لسه عجينة يبقى مش هينفع، لازم ندخلها تاني. طبعا هي حمرة معانا ودي تكة تاني من تكات نجاحها. طبعا لو احنا سيبناها هتحمر وتنشف، لازم تستوي معانا للآخر. هتجيبي ورق زبدة أو ورق فويل، ابتدي غطي الصينية ودخليها تاني وارجعي لها كمان 10 دقايق علشان تبقى بنفس اللون تحتفظ بيه. شايفين الخلة طلع فيها كده؟ يبقى هي لسه ما استوتش ولونها احمر، فعملنا حركة الورق الفويل او ورقة الزبدة علشان خاطر نحتفظ باللون وما تحمرش وما تنشفش، وعايزينها تستوي في نفس الوقت. شفتوا؟ دي تكة من تكات نجاح الكيك. ارجعي لي بعد 10 دقايق اختبرتها، لقيتها ما شاء الله استوت معايا وجميلة وزي الفل. تمام. يلا بقى اقولك على ايه التكة من تكات النجاح الاخيرة او قبل الاخيرة. هنسيبها جوه الفرن السخن وهنطفي الفرن وهنسيبها والفرن مقفول لمدة 5 دقايق. تمام. وهنرجع لها بعد 5 دقايق، هنوارب باب الفرن ونسيبها جوه الفرن كمان من 5 ل7 ل10 دقايق. بعد 10 دقايق بقى عشان ما تعملش معاك تشك وتهبط، التكة دي مش هتخليها تهبط منك ابدا ولا تبقى من نص، هتبقى مستوية وجميلة. طلعتها سبتها لغاية ما بردت زي ما انتوا شايفين، وابتديت اقلبها وعايزة اوريكم جمال الكيكة. الكيك ده اتطلب مني كتير، فحبيت ان انا اصوره لكم من الالف للياء علشان خاطر كل اللي يعمل كيكة حلوة وتنجح معاه يدعي لي ويقول لي في التعليقات رأيه ايه. شفتوا جمالها؟ شفتوا علوها؟ يلا بقى نفتحها ونشوفها من جوه هتطلع معانا ازاي. زي ما احنا شايفين جميلة جدا. سيبيها تهدى، سيبيها تبرد، ما تستعجليش عليها وانتي بتقطعيها. لو حبيتي تبيتيها هتبقى احلى
وأحلى وأحلى. شايفين الارتفاع الجميل ولون الشوكليت واللون الريد الجميل زي ما احنا شايفين، ولا هبطت معانا ولا أي حاجة ولا اتحرقت ولا أي حاجة. حاجة جميلة. قلتلك تكات النجاح، قلتلك 1 2 3 للكيك، وطرية وهشة وجميلة بالشكل اللي احنا شايفينه. قدميه لضيوفك، حاجة جميلة هتقعد معاكي، احتفظي بيها في التلاجة، بتقعد أسبوع و10 أيام ولا بيحصل فيها أي حاجة بالشكل التحفة الجميل. ادعيلي دعوة حلوة لأنك من النهاردة هتبقي أستاذة في الكيكة. ويلا اللي عجبه الفيديو لايك وشير، فعلوا الجرس على الكل عشان ينزل لكم كل فيديوهاتي الجديدة.